جدعان الحكومة بتقفش أي حد متشائم أو زعلان، فأوعى حد يزعل يا جدعان، عشان اللي هيزعل هيتحبس. مصر كلها مكتئبة يا جدعان، في حبس جماعي هيحصل في البلد. بقول لكم يا جدعان، طب انا اعمل ايه طيب؟ طب افرض انا متضايق انا وزعلان وماشي في الشارع وفي كمين ويقفشوني ويحبسوني عشان متشائم. طب ما انا هتشائم اكتر وهزعل. ما ايه الحكمة يعني؟ هل مثلا يا جدعان ممكن لا مؤاخذة يجيبوا مخبرين وامناء يفضلوا يزغزغوا في الشعب؟ وتلاقي امين واقف معاكم وانت بقى خلاص يا باشا، يا باشا بقى خلاص والله فكت اهو. هتضحك غصب عنك، ولو ما ضحكتش هتروح للقاضي وهتبقى ليله، والقاضي يقول لك انت متشائم، يقول له لا يا باشا والله انا مبسوط اهو. يا لا يا جدعان، احنا والله بقينا في حته في الهبل والله. ولا طب انا اعمل ايه يا جدعان؟ افرض ان واحد مثلا ابنه عيان، لازم يزعل، فتلاقيه بقى خايف يتحبس، فداخل على الدكتور بقى ايه، السلام عليكم يا باشا. ابني عيان. وانا سعيد قوي انه عيان. عشان كيف يتحبس. وتلاقي وتلاقيه قاعد يقول له كلام. اتجننت والله يا جدعان، البلد جننتني والنعمة. وتلاقي واحد بعد كده ايه، جايب واسطة عشان لما يحب يتضايق.